يا مساء الورد، يا مساء الفل، يا مساء الياسمين على احلى عيون حلوين بيتابعوا ام حنين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. يا رب كده اكون خفيفة عليكم وتكونوا بتستفادوا من الفيديوهات بتاعتي يا حبايب قلبي. وقبل ما نبدأ الفيديو نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، ونخش بقى على الفيديو الجامد بتاعنا. ويا ريت لو انت مشتركة عندي في القناة ما تبخليش عليا باللايك الجميل بتاعك يا حبيبتي. ولو انت جديدة في القناة خش اشتركي في القناة وفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد من يوميات ام حنين، وتستفادي من الفيديوهات بتاعتي يا حبايب قلبي. نصلي على النبي وتعالوا بقى. انا بعمل برام رز يا جماعة. انا عملته كذا مرة عندي على القناة. فقلت اتكلم معاكم شوية. وفيديو النهاردة حلو، متنوع يعني في حاجات كتير. فانتوا ما تدققوش عليا، انا كنت بتعارك مع ابني فما تدققوش عليا يعني. صلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. كان عمال ينكف فيا وانا عمالة بعمل في الاكل، عمال ينكف فيا وكده. فربنا يهديهم يا رب. انا كنت بعمل برام بالكبد والقوانص يا حبايبي. انا كنت بعمل برام بالكبد والقوانص، كنت جايبه كبد وقوانص فقلت ادسها في برام. انا يعني عيالي بيحبوها وكده. فقلت ايه اعمله معاكم نتكلموا كلمتين حلوين كده، واقول لكم ان انتوا وحشيني جدا 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 وحشيني. يعني بصوا على قد ما تقولوا قولوا يعني. إيه، وهنعملوا قرص بقى مع بعض النهارده. بصوا فيديو جميل بقول لكم. إيه، يا رب بس تستفادوا منه وما تبخلوش بقى عليا ان انتوا تتفرجوا على الفيديو من اوله لاخره يا حبايبي، زي انا ما بساعدكم ان انتوا تستفادوا بفيديوهاتي. انتوا كمان ساعدوني ان انا استفاد بالمشاهدة بتاعت الفيديو. ماشي يا حبايبي، نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. وانا كده حطيت الكبدة يا حبايبي وحطيت الرز اللي فوق. ماشي. ولقيت الرز شوية، فقلت ايه ازود شوية رز كمان من فوق لان لقيت الرز ايه هيبقى شوية. ماشي. وادي انا بس بحط السمنة على الرز زي ما انتوا شايفين، وبروح مقلباها على بعضها واروح حطها. بعد كده بحط ايه، بنزل باللبن بتاعي السخن واحطه في الفرن. ماشي. انا عملته كذا مرة على القناة، يعني عملت البريمة كتير على القناة. فانا حبيت ان انا ايه اصوره معاكم بقى ونقولوا كلمتين كده حلوين مع بعض ونطمنوا على بعض. وهنعمله قرص برضو طرية تحفة كده، هتشوفوها في الفيديو ما شاء الله عليها. هعجنها قدامكم برضو، هنعملها قدامكم هتستفادوا منها يا حبايبي. اهم حاجة ما تنسوش اللايك وتشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش، وتفعلوا زر الجرس على الكل علشان يوصلكوا كل جديد من يوميات ام حنين. وتخشوا تابعوني على القناة بتاعتي يوميات ام حنين على الفيسبوك، تنوروني فيها يا حبايبي. ماشي. آه ده ايه بقى، ده اللبن اهوت يا جماعة. كنت انا بقى ايه جايبة اللبن، فهحط اللبن على في البرام وهحطه في الفرن. هو ما بياخدش حاجة وطلع. بصوا رز بقى، رز معمر كده يا جماعة بالكبد والقوانص، بس هي كانت اكترها كبد ما كانتش قوانص، هي كان اكترها كبدة. لان انا عيالي بيحبوا ايه بيحبوا الكبدة. هتقولي انت حاطة اللبن متلج؟ اه انا حطيت اللبن متلج يا حبايبي علشان خاطر انا بحط شوية مية دافيين من الكتل بتساعد معايا. وانا كده كده مولعة الفرن، فالفرن بيبقى سخن فبحطه بيشيل معايا على طول وبيطلع زي الفل. ماشي. ديت بقى القرص اللي احنا هنعملها هيت مع بعض. قرص طرية يا جماعة، ريحتها ما شاء الله عليها ومكوناتها بسيطة جدا وطالعة. بصوا ما شاء الله عليها. انتوا كده كده كملوا الفيديو للاخر وهتشوفوا طريقة القرص حلوة حلوة جميلة. لو عملتوا بالطريقة دي هتعتمدوها على طول وهتعوزوا تعملوا منها على طول. يعني انا دايما بعملها كده، بعملها كل يومين ثلاثة اعمل شوية قرص كده للعيال، بيحبوها جدا وبتنفع للسندوتشات. وبصوا يعني هي البيت ما يستغناش عنها بصراحة. انا حطيت لقيت الدقيق هيبقى شوية، قلت اما ازود شوية دقيق كمان. ماشي. واي دقيق انت حابة تستخدميه، المهم يكون لمعجنات يعني، مش شرط اسم دقيق معين والكلام ده كله، لا اي دقيق بس المهم ان هو يكون للمعجنات. تعالوا بقى اقول لكم انا بحط ايه على القرص بتاعتي. المكونات مكونات سهلة جدا ومن قلب البيت.
ديت حوالي معلقة كبيرة من الفانيليا الفانيليا الخميرة يا جماعة. معلش انا قلت الفانيليا عشان انا سرحانة، معلش. من الخميرة فورية، تمام. دي خميرة فورية، معلقة كبيرة من الخميرة الفورية. وحطيت شوية محسن محسن خبز. محسن الخبز ده يا جماعة بيتباع عند العطار، موجود متوفر يعني. وشوية الملح. وهقلب كل المكونات على بعضيها. ماشي. وده شوية سمسم برضو، حطيت شوية سمسم كده تطعمه. هو كان موجود عندي يعني، انا مش شارياه مخصوص، هو كان موجود عندي. ماشي يا حبايبي، شوية كده يطعموا القرص بتاعتي. وهقلبه هقلب كده زي ما انتوا شايفين يا حبايب قلبي. هقلب كده المكونات كلها ببعضيها. وهنزل بقى باللبن بتاعي، انا مدفيه على النار وحط عليه معلقه سمنه كبيره. و يعني قيمه مثلا معلقتين زيت كده يا حبايبي، يعني مش مكتره من الزيت. انا حاطه معلقه سمنه كبيره، يعني معلقه مليانه، معلقه كبيره على في اللبن، ومعلقتين من الزيت. وادي نزلت باللبن بتاعي دافي. نزلت عليه على العجينه بتاعتي يا حبايبي. وهقلبه. تمام. اذا احتجت لبن تاني موجود، انا مرضتش اكتر اللبن عشان انا حاطه فيه الادام بتاعي، علشان لو فضل منه ما يبصي ويترمى. فانا دلوقتي حطيت اهوت يا حبايبي اللبن، وعليه الخمير، واللي عليه السمنه، وعليه شويه الزيت. وهقلبهم كده في بعض يا حبايبي. هو كده كده هيعوز لبن، فانا هزود له برضو معايا. انا زودت له لبن يا جماعه. ولميت العجينه بتاعتي كلها. ونزلت كمان بحته سمنه كده في الاخر كده عشان تدي لمعه وريحه للعجينه. ماشي. شوفوا العجينه طريه وزي الفل معايا هي. هقعد الت فيها شويه لما هلم السمنه بتاعتي اللي في البلاستيكه. هلمها بالعجينه، وبعد كده هحط على الرخامه. وهلت قدامكم العجينه بتاعتي بقى. عشان القرص والرقاق بتحب لت جامد. فانا همسح السمنه اللي في البلاستيكه. وهاخد العجينه بتاعتي دلوقتي وهحطها على الرخامه. وهلتها على الرخامه احسن، بملكها اكتر من البلاستيكيه يا حبايبي. ويا رب يكونوا انتوا استفدتوا، وهتستفادوا ان شاء الله. وهتشوفوا القرص دلوقتي زي الفل وطالعه ما شاء الله عليه. يعني هي بتعوز لت شويه يا جماعه، عشان هي يعني عشان تبقى الطريقه سهله معاكي ومضمونه في 100%، والعجينه تبقى جميله وزي الملبل كده في ايديكي. هتلتيها شويه حلوين. بصوا انا حطيتها بقى على الرخامه اهو. يعني بصوا اسهل طريقه للت العجين لاي عجينه يا جماعه، الطريقه اللي انتوا شايفينها دي بتتعمل معاكي بكل سهوله وما بتتعبكيش. بص بتاخد وتدي كده مع بعضيها. وبتتلم يعني طول ما انت عماله بتفردي فيها بتلاقيها لمت في ايديك وبقت زي الفل يا حبايبي. ماشي. فجربوها ان شاء الله، ان شاء الله هتعجبكم باذن الله. وان شاء الله اللي هيسمع الفيديو هيطلع منه مستفاد باذن الله. بس كده يا حبايبي، هفضل الت فيها كده لحد ما الاقي العجينه بقت حلوه في ايديا. والمها زي الكوره واحطها في البلاستيكه. ماشي. المها في البلاستيكية علشان خاطر ايوه تخمر بقى. شوفوا الحمد لله ما شاء الله عليها، العجينة طالعة زي الفل، زي الملبل في ايديا الحمد لله. بس كده هغطيها، انا غطيتها وخمرت معايا. واديني مقطعها. معلش انا كنت عايزه اوريها لكم وهي خمرانه، بس كنت مستعجله لان احنا كنا الوقت متاخر وكنت عايزه اخلص على طول. فانا نزلت بقى، ده الدكان بتاعنا يا جماعه، المخزن اللي حاطين في الفرن وحاطين حاجات الخبيث. فنزلت بقى اديني انا كده بقرص وسلفتي قاعده قدامي. انا وهي بنعمله مع بعض. ماشي. فشوفوا العجينه يا جماعه، وشوفوا التقريصه ما شاء الله عليها. والقرصه طالعه ما شاء الله عليها. بصوا يعني انتوا ما تبصوش لملامح وشي، لان انا كنت قرفانه من اللي قاعدين وكنت قاعده بتعارك معاهم. وشوفوا المنظر، يعني شوفوا المنظر سامحوني يعني. اللي بيشوفني لاول مره يسامحني يا جماعه. انا كنت قاعده بتعارك معاهم بصراحه. ماشي. هنصلي على النبي بقى عليه افضل الصلاه والسلام. كل اللي شفنا وانا متنرفزه كده يسامحني يا حبايبي بقى، معلش. لان هم كانوا قاعدين غايزيني بصراحه وعمالين ينرفزوا فيا وانا اتنرفزت. بس يعني الحمد لله. بس كده ادينا قرصنا في العجينه، وهنقعدوا بقى نبططوا فيها بقى، نفردوها دلوقتي وهنبططوا فيها.
ماشي يا حبايبي، الحمد لله العجينه طالعه زي الفل زي ما انتوا شايفين، بتتفرد بكل سهوله وطالعه بصوا طريه زي الفل يا جماعه. الحمد لله، نحمد ربنا. انا كده قرصت العجينه واديني بفرد قدامكم. سلفتي كانت قدامي برضه عماله بتفرد معايا، بس هي ما بتطلعش في الكاميرا. هي بتفرد وبتديني وانا بفرد من عندي. ما خدوش في ايدينا وقت والله، خلصوا على طول. ما خدوش في ايدينا وقت الحمد لله يعني، وطلعوا خفاف وطلعوا جمال وطريين وزي الفل. بس يا حبايبي كده عندنا ايه، بنبططه بقى نبططوها. والعجينه طريه في ايدينا وطالعه زي الفل اهي. وخلصناهم، ما خدوش في ايدينا اي حاجه. فانا حبيت ان انا اعمل معاكم الفيديو وتشوفوا طريقه القرص التحفه. صدقوني جربوا الطريقه. القرص طالعه ما شاء الله عليها طريه، ومفيش ولا واحده صفطانه، كلها قبه. كلها قبة وطالعة كله قابب 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 كده لسه سندوتشات. ماشي، وهتشوفوها دلوقتي وهي طالعة من الفرن. هتبقى بصوا يعني الحمد لله الحمد لله طلعت قرفتهم خفيفة. الطريقة يا جماعة بالمكونات اللي انا حطاها حلوة جدا. والمكون بتاع المحسن الخبز ده يا جماعة حلو، هاتوه. بينفع لكل حاجة بتحطوه على اي عجينة انتوا عاملينها. بيهشها وبيخفها وبيساعد مع الخميرة. حلو جدا يعني. ماشي يا حبايبي، فجربوا الطريقة ان شاء الله ان شاء الله هتحبوها. الطريقة سهلة جدا وخفيفة. والقرص ما شاء الله عليها الكيلو بره بالشوق الفلاني. من دولت المقدار اللي انا عاملاه 2 كيلو، طلعوا معايا كمية ما شاء الله عليها. ماشي، وحاجة انت عاملاها في بيتك مضمونة، مش ملعوب فيها مش معكوك فيها. لا الحمد لله الحمد لله. كل واحد يعمل يا جماعة في بيته. الحاجة ما بقتش رخيصة زي الأول، الحاجة غالية. والبيت ما بيبطلش طلبات. فانتوا كده اتعلموا طريقة القرص الطرية الفلاحي. وهي ان شاء الله الطريقة بتاعتها هتعجبكم بإذن الله. ماشي. ودلوقتي يا جماعة يعني بصوا، يعني انا عايزة اقول لكم ما خدوش في ايدينا والله العظيم اي حاجة، يعني كانت قرفتهم خفيفة جدا. وكده يا حبايبي بقى طريقة القرص هي زي ما انتوا شايفينها طرية طرية جدا. بس انا كان نفسي والله اوريها لكم هي طالعة من الفرن وكده، واوريكم شكلها عامل ازاي. كانت طالعة جميلة. بس الحتة بقى بتاعة الفيديو واحنا بنطلعه من الفرن وكده اتمسحت بقى للأسف يعني. الفيديو ده اتمسح، فمش عارفة اجيبه تاني. فان شاء الله في اقرب فرصة انا هعمل معاكم برضو فيديو للقرص باذن الله. وهوريكم القرص بتتعمل يعني انا كانت طالعه ازاي وشكلها عامل ايه وقبه ازاي وبحطها في الفرن ازاي. بس هو للاسف بقى الفيديو اتمسح مننا يا حبايبي، معلش. انا كان نفسي ان انا اوريها لكم وهي طالعه. بس هو بقى معلش اتمسح. ان شاء الله في فرصة تانية قريب اكون هعمل برضو شوية قرص انا على طول بعملها. وهوريكم وانا بحطها في الفرن. وهوريكم هي طالعه عامله ازاي وشكلها عامل ازاي ولونها عامل ازاي وقبه ازاي. تنفع للسندوتشات وتنفع ان انت تغمسي بيها. يا رب بس يكون الطريقه عجبتكم. معلش تاني مره يا جماعه ان الفيديو بتاع الفرن وانا حاطه